لأول مرة الزمالك يكون هو الفريق الأكثر استقرارا في التشكيل وفي طريقة اللعب، وده عكس السنين اللي فاتت، ودي أكبر ميزة عملها فريرة، وده النجاح اللي بنتكلم عليه. ثبات التشكيل، طريقة اللعب والهوية، والزمالك كمان بقى عنده أكتر من مفتاح لعب يقدر ينافس ويكسب بيه، زي عدي الدباغ، إخوان ألفينا، ناصر ماهر، مع رجوع بنتايج وعمر جابر ولحظة فوقان كده من آدم كايب. أتوقع الزمالك هيعمل ماتش كويس بالرغم من غياب شيكو بنزا اللي أنا مش فاهمه الصراحة. كان هتبقى ورقة على الدكة تساعد آدم كايب. أما الأهلي لعب 6 أو 7 ماتشات غير فيهم التشكيل وطريقة اللعب أكتر ما غير التيشيرت بتاعه، ومن وجهة نظري ده سبب تذبذب المستوى، خصوصا إنك ما اهتمتش خالص بالمنطقة الدفاعية وأنت بتشتري زيزو وتريزيجيه وبن شرقي ومن رمضان. عد معايا كتيبة الجلاكتوس اللي موجودة اللي انتوا جبتوها. الأهلي كمان بيعاني من الباك الشمال اللي لعب فيه دلوقتي أكتر من 5 لعيبة، حوالي 6 ماتشات. في 6 ماتشات غيرت 5 لعيبة، ده أنت في ماتش واحد لعبت ب3 باك شمال يا جدع. ضيف عليهم غياب جراديشار وزيزو وإمام عاشور عن الماتش أصلا للإصابة. الخلاصة الأهلي مش هيعترف بالحالة اللي هو فيها، ولا بالنتائج والأداء والسيء اللي بيقدمه، ولا كل الكلام ده، ولا حتى الغيابات المؤثرة، ولا حتى إنه ماتش قمة والكلام ده. الأهلي هينزل يكسب لأن ده طوق النجاة الوحيد اللي قدامه. بس كده نقطة من أول السطر. الأهلي لو خسر الماتش ده هيدخل في فترة صعبة جدا جدا جدا. أنا كزملكاوي بتمناها طبعا. ونرجع نقول تاني، مباراة القمة مش بتعترف غير بال90 دقيقة بحالة اللعيبة في ال90 دقيقة. مفيش حاجة اسمها فريق أفوق من التاني، ولا استقرار، ولا الكلام الفاضي ده. الزمالك خد السوبر الأفريقي من الأهلي هو في أسوأ حالاته، واللاعب ما كانش تاخد فلوس حتى، بس كان فايقين في ماتش الأهلي، وده اللي أنا بتكلم عليه بالظبط. المهم عايزك تقول تشكيلة الأهلي والزمالك من وجهة نظر. استنيك في الكومنتات. سلام.